سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه صحيحه مزيانه؟ نتمنى يا ربي نلقاكم باحسن الحال والاحوال ان شاء الله باذن الله. كي درتو مع العطله ارتحيتوا شويه؟ ايوا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم نهاري كيفاش غادي يدوز. كيف ما كتشوفوا لابسه جلابيتي، غادي نمشي ان شاء الله لاوغيفلام نجيب لا كوموند ديالي. كانت خاصني شي سلعه طلبوها مني البنات وغنمشي نجيبها ليهم. من بعد ان شاء الله منين سالي لا كوموند غادي ندوز للهري، نجيب شي تقديه خفيفه ظريفه هكا حتى هي خاصني للوليدات نجيبها ليهم معايا صافي ونرجع. بحكم العطله يعني ما مزرباناش على الغدا، وقت ما درت الغدا، وقت ما جمعت، وقت ما شقيت، يعني ما مدروكه بحتى شي حاجه. ملي تيكونوا الوليدات في المدرسه هي فاش كيكون الوقت ضيق، يعني خاصك من حاجه لحاجه. مهم اليوم وما خارجه فين ما حتى شي حاجه. عندي واحد اللي جايه البنات ما نعاودش لكم، غنتهلا فيها اليوم، حالفه عليها، غادي نغسلها مزيان. هنا البنات راني خرجت جبت لا كوموند ورجعت ودرت الاكله الشهيره محبوبه الجماهير، عشاق الصغير والكبير كلشي كيحمق عليها. هي الدجاج بطاطا والزيتون، اما تيكون بطاطا كتكون بطاطا فريت ولا بطاطا مريقه. بحكم انا كنت خارجه وجبت السلعه ويعني مبقاليش الوقت، دابا راه 12 وعندي شله ما يندار، فقلت نديرها لهم مريقه هكا خفه نزربن، ولكن جات بنينه، جات زوينه. درتها في هذه المقيله العجيبه حتى هي اللي كتسد فحال شكل الكوكوط، يعني عندها واحد الجلده فحال الكوكوط. هذه راه معروفه لا مارك ديال دوتشمان، يعني ماركه زوينه ومقيله زوينه الصراحه. وهنا درت لهم زعلوك حتى هو خفه نزربن. مهم انا كنقضي كنغسل في المعينات ديال الثلاجه وفي الكوزينه او ميم طو كنوجد لهم الغدا. كما قلت لكم الوقت اللي تغدينا لا زربه على صلاح، وقت ما تغدينا ما خارجين فين ما جاي عندنا حد. ايوا صافي هذا ما كان الزعيليكه البنات راكم عارفين ديجا انا بارطاجياها معكم. كندير في العطريه غير الزيت العاديه ومليحه والكمون وشويه الهريسه وشويه ديال الملحه والبزار. صافي الكمون والتحميره، كمون والتحميره ومليحه وشويه البزار. صافي هادشي اللي كندير فيها انايا، وكتجي من ألذ ما يكون. الا بغيتو حتى الاخير وتزيدوا عليها واحد الشريطه ديال زيت العود ماشي مشكل. مهم هنا البنات وريتكم العصير، نسيت ما وريتوش لكم. هذا البنات العصير ديال دانون والباربا والليمون كيجي منعش وزوين. والناس اللي كتعاني من فقر الدم، الناس اللي كتعاني من الكسل، من زعما تكون عندها هذا فقدان الشهيه، والله العظيم البنات الا زوين بزاف. المريقه كيف ما وريتكم هي طابت. درت هنا لوليدات شويه ديال لي شيبس. هنا زعيليكا كما قلت لكم الزعلوك طريقتي العاديه، كيجي بنين زوين. تحميره الكمون وشويه ديال المليحه وديروا فيه الهريسه. الا كانوا البنات من عشاق الحار كيجي من ألذ ما يكون. وصلاد ماروكان عاديه ديال المطيشه والخيار والخس والبصله قطعتهم كلشي رقيق. فهذه غديوتنا غادي ندوزو نتغداو عاوتاني. دابا الساعه تبارك الله شي 3 غادي ندوزو نتغداو ان شاء الله باذن الله. ومن بعد غادي ندوز للكوزينه باش نكمل الجميع ديال الثلاجه، لحقاش كما قلت لكم كنت حالفه عليها حليف والله العظيم لا ولات حالتها. وقلت اليوم غادي ندور بها صافي ان شاء الله باذن الله. خويتها غسلتها مسحتها مزيان بالخل الابيض، كيخلي واحد الريحه فيها زوينه، كيخلي اللمعه زوينه. وغسلت الشباكي وغسلت كلشي بالتيدو جافيل وحطيتهم سقطرتهم ومن بعد مسحتهم، يعني كلها غسلتها كلها ما نعاودش ليكم. تهليت فيها مزيان، حيت هادشي اللي كنوريكم كامل طاجين تغسل. هذيك ديال بانيني حتى هي مسحتها وحيدت وجففت، يعني باش ما يجيكمش لا فيديو طويل بزاف. ما بغيتش نبدا معكم من الاول، يعني راه تبارك الله بسم الله ما شاء الله كلشي كيعرف يغسل، كلشي كيعرف ينقي، كلشي كيعرف ينظف. فقط انا شاركت معكم نهاري كيفاش داز اليوم. ايوا ما نعاودش لكم والله العظيم الا كانت هاد الثلاجه شي سيمانه وانا غافله عليها. كنقول اليوم غدا كنعجز عليها، اليوم ولكن هاد الاسبوع من الوليدات عطله قلت صافي هذا ونهارها اليوم ان شاء الله غادي نتهلا فيها. شوفوا البنات كنوريكم الروينه اللي كانت عندي في الكوزينه. بحكم الثلاجه كانوا شي في البلاستيك، شي في الشبكه، شي في الميكا، دونك كلشي حيدتو عليا. هنا البنات كنوريكم هاد الشوكولا. انا دائما كنجيب الشوكولات كتير هكا الكيك راكم عارفين، وكنديرو في فريغو ما كطرالو حتى شي حاجه. كنديرو في فريغو الوقت اللي بغيتو كناخذو. هنا البنات عندي
عندي شوكولا هذا كناكلو انايا حتى هو درتو في سوبيره ودايره فريغو، حيت وليداتي لا حطيت ليهم كونتيتي كبيره ياكلوها ما يعقلوش عليا، ياكلوها حتى في نهارها. يعني هذا خبيته درتو في الفريغو، فيه حتى البنات حتى واحد الفانيت ديال هولز كيجيبوا لنا خويا زوين. هنا البرقوق ديروه بالاعوام والسنين في الفريغو ما عمره ما يخسر لكم نهائيا. عندكم الزبيب والبرقوق لوحوه ونساوه في الفريغو، وقت اللي تشهيتو طويجين على حقو طريقو كتجبدوه ما كطرالو حتى شي حاجه، تيبقى كيبقى كيف ما هو. قسما بالله ما كندير مع حتى شي حاجه، فقط سوبيرات كنديرهم في الفريغو وتيبقى عندي الوقت اللي بغيتو كنجبدو. البرقوق راه كنجبدو بطبيعه الحال كنديرو في الماء. الزبيب كذلك حتى بغيت شي سالاد هكا الزبيب حتى هو كنجبدو كنلقاه كيف ما قلت لكم. هذيك السوبيره الاخرى البنات دايره فيها التمر حتى هو كيبقى ليا في الفريغو. مهم انا وريتكم هذاك الشيء كيبقى لي في الفريغو، حتى حاجه ما كتخسر لي والله العظيم، حتى حاجه ما كتخسر لي. هنايا من بعد ما مسحت وقاديت هذا الشيء كامل، رديت السلعه كل حاجه في بلاصتها رديتها. ايوا ما نعاودش لكم دابا عاد الراحه النفسيه ملي كتحلي الثلاجه وكيبان لك هذا الشيء مقاد ومستف، يا سلام وحق الله على عظمتي. ولادي بعض المرات كيجيو من المدرسه كيبقى كل واحد كيحل بوحدو، كيسحب لهم واش كاين شي حاجه اخرى زايده في الثلاجه، كيخلو داك الباب معلق. هنا البنات كنوريكم كاوكاو ايفيلي ولوز ايفيلي حتى هو كنديرو في الثلاجه ما كطرالو حتى حاجه، ملي كنبغي كنجبدو. هنايا هاد لي صوص البنات اللي كنوريكم باب الثلاجه هادو لي صوص بيستو حتى هما غزالين البنات في لي باطو مع الدجاج ما نعاودش لكم. ايوا بطبيعه الحال كاي بنت كاي امراه ملي كتسالي الشقه والنقا ديالها ضروري متعطير البيت. هنا ماشي اليوم الجمعه فضلت انني ندير اللبان الذكر اللي كيعطي واحد الطاقه ايجابيه، كيجلب الطاقه الايجابيه في واحد الرائحه زوينه، كيعطي الطمانينه النفسيه ديالنا. غزاله البنات والله البنات الا زوين هانت درتو في بيت النعاس ومن بعد جبتوه هنايا للبيت كيخلي واحد الرائحه زوينه مزيان للعين مزيان للحسد زوينه البنات. هذا الفري هذا البنات انا جابتو لي بنت خالتي من السعوديه الله يكبر بها والله يخلف عليها، وكل مره كنطلق منه شويه ملي كنحس براسي الخمول والكسل والله العظيم الا زوين. وكما قلت لكم كيطلق ريحه يا سلام. هنا من بعد ما ساليت البنات البخور ديال لبان الذكر درت شويه ديال الصرغينه، مع انا صحراويه عندي صرغينه ثاني طلقتها ما نعاوش لكم واحد الرائحه ما نقولش لكم. هذا الفيديو البنات راه فيه يومين درت لكم يعني يومين فيه. هنايا كانوا خرجوا الوليدات الجامع الحسن الثاني لعبوا شويه كيف ما كتشوفوا. لاكوموند ديال اوريفلام جبتها معايا، يعني ماشي شي حاجه كثيره، جبتها شي حاجه كنقصاني لحقاش انا دائما كندير تحضير الشهر، ولكن نحب معكم عارفين
نظرتي كيديروا يعني في المدرسه، فاضطريت انني شحال من حاجه خاصني هنا كنت صايبه قهوه صافي، وانا مشيت اللي كنت معايا البارح وليت نتفرج ليها معاكم كاشير وزبان داكشي اللي كنحتاجو الزيتون شوكولا موطار لاصوصولا والفيرميسيل لحقاش بغيت نعمر واحد الدجاج معايا الزيت. الفلور انا من عشاق الفلور، كنطيب فيها الكريمه ولا هذا ولا مكعب. المهم من بعد ما ساليت خرجت وجيت درت هاد الماريو ماشي كنحالتو، لا هو نقي اصلا يعني جامعه وعيت عليا انا تما نحل الماريو كنلقاه مستك ومقاد حاجه تحت حاجه، فقط انايا جبت الحوايج ديال البرد درتهم في الماريو، حيدت ديال الصيف حيدتهم. هاد الماريو غنقول لكم يومين وانا في راكم عارفين حوايجي انا وحوايج الوليدات بسم الله ما شاء الله يعني كيشد الوقت وحق الله العلي العظيم وما نكذب عليكم. الا ما كنحملش انا هذيك القضيه ديال نبدل الحوايج من الصيف للبرد ناري ما كنحملهاش صراحه، لحقاش كيكون فيها صداع الراس الحوايج بزاف وكنتريل لي صغارات كنحيدها، دونك كيولي عندي البال في البيت وحق الله بيتي انا وبيت الوليدات كتولي فيه الروينه في العوينه والله. وكنقول لهم حتى واحد ما يقرب ليا خليوني باش يلا نعرف شنو غندير وشنو غنحيد وشنو غنخلي. المهم راه كلنا فحال كاع اللي عنده الوليدات راه عارفوا بحق هذا الشيء الحمد لله. والله تمني ساليتو على قلت الله اكبر، عرفتي مني ساليتو الحمد لله والشكر لله ديك الدنيا وما فيها. كيف ما البنات وريتكم هذاك اللي كنت شاده فيه في ايديا هذاك المسك كانت الوالده جابته من العمره وكنديروا البنات انا عندي الماريو فيه 3 ديال الطاجيرات يعني 3 البيبان، في كل باب كندير مكعب قسما بالله ملي كتحلي الباب ديال الماريو كيضرب فيك ريحه المسك. ما نعاودش لكم البنات كيبقاو الحوايج فيهم ريحه زوينه، الماريو فيه ريحه زوينه بالنسبه للناس اللي كتعاني من البروده. انا الحمد لله ما عنديش البروده ولكن كندير هذه القضيه في الماريو كتخلي ريحه زوينه بريحه المسك. هنا بطبيعه الحال من بعد ما ساليت الروينه وساليت كلشي غادي ندخل ناخذ واحد لادوش باش نرتاح الحمد لله، لحقاش كما قلت لكم راه يومين داز فيها الشقه وجري عليا وجري عليك، راه ما درتش لكم فيديو مطول بزاف لحقاش غادي يجيكم طويل بزاف ويعني انا اختصرت لكم في لا فيديو. نتمنى الفيديو يعجبكم، نتمنى انه ينال الاعجاب والرضا، ونتمنى من كل قلبي انكم ما تنسونيش بارطاج الفيديو لايك واشتراك حتى الفيديو الجاي ان شاء الله